الممثل الكبير إذا حط قدامه ممثل صغير بيصغره، لكن لما بيحط قدامه ممثل كبير بيرفعه. ما سابناش ابدا ولا في اي مرحله، كان دايما معانا. هو اللي خلى فيه نظرة احترام للفنان. يعني هو اذا كان يطلع اليومين دول في الكوميدي كان يقفل مسار. يوسف بك وهبي. ولد يوسف وهبي في 14 من يوليو من عام 1898 بمدينة الفيوم، وكان أصغر أشقائه الخمسة. بدأ تعليمه في كتاب العسيلي، ثم دخل المدرسة الابتدائية في سوهاج بعد أن انتقل والده إليها. وفي سوهاج شاهد الطفل فرقة سليم قرداحي تقدم مسرحية عطيل، كما شاهد فرقة أحمد الشامي تقدم مسرحية روميو وجولييت، فبدأ حبه للتمثيل. يوسف وهبي الحقيقة مش مجرد اسم بالمسرح أو بالسينما، دلوقتي مع مرور الزمن بدأ يتحول إلى أسطورة. والحقيقة أسطورة جميلة جدا، يعني تنفع نحكيها ونتداولها، لأنها تمثل شخصية إنسان طموح موهوب جريء ذكي، عرف إزاي يمثل عصره، عرف إزاي يكون نفسه، عرف إزاي يترك بصمته خلال المراحل كلها اللي مرت في حياته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الميزة انه عمل احترام للتمثيل وجذب عائلات كتير جدا جدا وجذب ناس كتير جدا جدا للاهتمام بفن التمثيل وكانوا بيشاركوه مسرحياته. اقول له طب انا نازل في فندق، يقول لي فندق إيه؟ يقول لا انت تنزل في الفندق اللي معايا، هات كمان حسين وانت وتعالوا هنا انزلوا هنا. ايوه بدل السفر بتاعنا ما يكفيش هنا يا يوسف بيه. يقول مالكوش دعوه انتوا بدل السفر ده خلوه في جيبكم ويدفع هو. الأستاذ يوسف وهبي أستاذنا كلنا وأستاذ جيل، لكن الناس كلها عرفته إن هو راجل تراجيدي وراجل كده، لكن يوسف وهبي ده دمه خفيف جدا جدا جدا، ودمه يعني زي ما بيقولوا كده شربات، وإن هو يقعد ولماح. يا سلام، كل شيء فيك جميل حتى اسمك. تعالي يا عمي. قل أعوذ برب الفلق. اوعى تقوم، خليك قاعد، ده انا ما صدقت ان رجلك خفت يا حبيب قلبي. الله يا أرض احفظي ما عليك، ايه الجمال ده؟ لا عينيكي لما بتبصي لي بحس ان الدنيا بتدور بيا، ولا التفاح اللي على خدودك انا عاوز اقطمه. الله بقى مش قدام العيال. وده مين الساحر اللي عمل لك التسريحه المهوله دي؟ عجبك صحيح؟ عجباني، ده شعرك عامل زي موج البحر. دي عمايل ايدي وحياة سيدي. يا للهول. تعرفوا يا اولاد، الست دي بتخليني حاسس ان انا متجوز ستات الدنيا كلها. زي ما بقول لكم، سنه شقره وسنه حمراء وسنه سودة. يا سلام، في الصبح بيتخيل لي ان انا متجوز ملكة جمال اسبانيا، وبالليل متهيألي ان انا متجوز ملكة جمال كمبوديا. 27 سنة وانا في الحالة دي. 27 سنة. تصوروا بقى 27 سنة ويضربوا 27 سنة في 365 يوم في 3-4 ستات في اليوم، علشان تعرف انا كنت متجوز كام سنة. وبعد أن انتقل مع أسرته إلى القاهرة شاهد أعمال سلام حجازي، وفي منزل الأسرة التقى يوسف الصغير بعباس العقاد ومحمد تيمور وغيرهم. انتقل يوسف وهبي إلى مدرسة السعيدية الثانوية، وبها اشترك في حفلات السمر، كما قدم مونولوجاته في حفلات النادي الأهلي. وقد رآه محمد تيمور فضمه إلى فرقة أنصار التمثيل. ثم انتقل يوسف إلى مدرسة الجمعية، وبعدها إلى مدرسة مشتهر الزراعية بقرية كوخ، ولكنه تركها قبل الامتحان بشهرين. احترف يوسف وهبي المصارعة وحمل الأثقال، وكان يتكسب من هذه الرياضة بعد أن ترك منزل الأسرة بسبب احترافه للفن. شاهده عزيز عيد يلقي المونولوجات، فضمه إلى فرقته المسرحية ليشترك في عرض حنج البوبو عام 1917. وقد انتهى عرض المسرحية في اليوم التالي بقذف الجمهور المخمور للممثلين بالبيض الفاسد وحزم البرسيم، وأغلقت خشبة المسرح. وقد نال يوسف وهبي من هذه القذائف الكثير. وهنا تبلورت فكرة السفر إلى إيطاليا بعد أن سبقه صديقه محمد كريم لدراسة السينما.
حين سافر يوسف وهبي إلى ميلانو تعرف على الفور أثناء بحثه عن مكان يقيم فيه. تعرف على رئيس عمال أحد المسارح الذي أجر له حجرة لدى ممثلة كومبارس. بعدها التحق بمعهد أومانيتاريا لدراسة الكهرباء والنجارة. وذات يوم عاد يوسف وهبي إلى حجرته متأخرا، فقبضت عليه الشرطة بحجة قتله الممثلة كاترين التي يسكن لديها، فقد وجدت مذبوحة من الوريد إلى الوريد، وألقيت في حجرتها ممزقة الثياب. ولم ينقذه من هذه التهمة سوى سكرتير المعهد الذي كان يدرس به، إذ كان يقضي معه الوقت أثناء قتل الممثلة التي كان يسكن لديها. انت كنت عامل راجل وجدع وفتك، قوم وريني نفسك. ومين اللي قالك ان انا فتك؟ قوم. ابن الزوات ده اللي راح لإيطاليا واللي اشتغل شغلات كتيرة جدا قبل ما يقول أنا عاوز أمثل، واللي رجع عشان يمثل، واللي كان عنده طموح إن حتى يعمل فيلم عن النبي محمد. كان طموحه لا حدود لها. أسس فرقة رمسيس اللي هي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري، إلى جانب فرق تانية كانت معاها، بس هي كانت وضعت تقاليد ووضعت عادات ووضعت أصول للمسرح ما كانتش موجودة قبل كده. شكل مدرسة وفتح المجال أمام عدد كبير جدا من الفنانين والفنانات أن يظهروا أمامه. مفيش فنان في الدنيا ما دام اتوثق سينمائيا يبقى زيه زي الأهرامات. يعني على رأي مريم فخر الدين قالت إذا كان خوفو وخفرع ومنقرع كل واحد فيهم عمل لنفسه هرم، أنا عملت لنفسي 350 هرم اللي هم ال 350 فيلم. فأكيد يوسف وهبي موثق، ودي الوثيقة الوحيدة للفنان، لكن هو ساب لنا حاجات كتير. طلعنا رحلات. أول رحلة كانت يعني نزل في ليبيا وطرابلس، ومنها إلى تونس، وتونس ناخد القطر لغاية الجزائر، بلد اسمها قسنطينة، اسمها كان كده وقتها، أنا ما أعرفش دلوقتي سموها إيه. النابة باين ولا حاجة كده سموها، مش فاكر يعني، إنما كان اسمها قسنطينة وقتها. لازم فرحنا بالقطر. بعد كده بقى جابوا اوتوكار يودينا من ده كل بلد بقى نفوت عليها في الجزائر نقدم فيها مسرحية من المسرحيات. وكنا بنروح، كان هو يركب معانا بقى الاتوبيس ده، ما يسيبناش ابدا، لا سابنا في طيارة ولا سابنا في قطر ولا سابنا في اتوبيس. اوتوكار كبير فيه الفرقة والعفش بتاع الفرقة كله فوق السقف العربية واحنا مسافرين. فالحقيقة ما يسابناش ابدا ولا في اي مرحلة، كان دايما معانا. انا شفته اول مرة في مسرحية كوميدي اسمها يا تلحقوني يا ما تلحقونيش، وكنت صغيرة يعني، فاصبحت كل يوم اروح المسرح والضحك اللي اضحكه النهاردة اضحك اكتر منه بعد ما اشوفها تاني. يعني هو كان استاذ كبير ورائد كبير، ويعني مدرس لأجيال كتير، لكن الناس مش عارفة انه هو قد ايه كان كوميديان. يعني هو اذا كان يطلع اليومين دول في الكوميدي كان يقفل مسارح. والنبي يا خالي والنبي خليه على عماه، هو فاكرني اني انا عزيزة اللونجية. لونجية ايه انت رخرة؟ انا ما اقول في العيلة دي الملوخية انما مقصر واخد حريته في دمكم خالص. والنبي يا خالي والنبي انا عاوز الحق القطر. ما تكشفلوش السر ده بس علشان نفلس اخواته الجشعين الطماعين. ايه ده؟ لكن انا مستعجل. مستعجل؟ يخشى عليك والنبي انت شربات يا خالي. شربات؟ شربات خروب ولا عرقزوز؟ انت بنت خطر كده. طب ما تبصي البنت الخطر. انت لازم شفتيها على شفايفي بتتنطط. دي كانت حزقاني قوي يا بنت. ده انت تتكلي بقشرك، اي مغفل في الدنيا ما يتجوزكيش حتى اذا كنت لونجية بتقشري بصل. يا اختي يا اختي.
اختار أدواره بعناية. جايز تمثيله المسرحي كان يغلب عليه أداء ذلك الزمن اللي هو يعتمد على الأداء الإيطالي اللي فيه تضخيم النبرات شوية، الصوت العالي، الحركات الكبيرة اللي طبعا اللي كانت موجودة وسائدة في المسرح الأوروبي قبل ظهور الأكتور ستوديو، قبل ظهور مدرسة ستانيسلافسكي. الحقيقة لما فكر بمرحلتين يوسف وهبي، لأن الحقيقة لازم نفكر بأن في مرحلتين دامغتين في حياة يوسف وهبي، المرحلة المسرحية والمرحلة السينمائية، لأن برضه عطاؤه بالسينما ما كانش قليل أبدا. بس أنا هتكلم عن المرحلة المسرحية اللي هو اختار فيها أدوار مهمة جدا، سواء من المسرح العالمي أو سواء من المسرح المحلي. يعني أنا شخصيا افتكر له ادوار لغايه دلوقتي عالقه بذاكرتي، زي وشم النار، اشوفه بسر الحاكم بامر الله. كنت انا لسه شويه صغير لكن بديت احب المسرح. فجاه وجدته اشبه ما يكون عاصفه ورديه بتحملني وانا قاعد على الكرسي بتاعي، انسى النص، انسى الاخراج، انسى كل حاجه، اشوف هذا التقمص الغريب جدا بالنسبة للحاكم، أشوفه برسبوتين. إن من يعترض طريق رسبوتين كمجنون ينطح برأسه جدارا متينا، ومن أحبني أحبه الله وامتاز بعنايته السماوية. البوبا البوبا. أيها القديس الكريم، لقد أنقذت ولدي، لقد عادت إليه حياته، لقد ناداني باسمي. بأي لسان أعبر لك عن عظيم محبتي لك؟ بدعوتك أعدائي في خصرك. ماذا تقول يا أبي؟ أفا خداعا إنني تارك لكم بتروغراد بؤرة الفساد، لن ترين وجهي بعد اليوم. ولكن لما أنت غاضب علي؟ كنت أعتقد أن الملوك تترفع عن الكذب. أنت تهينني يا أبي. وما لا يهمني ما دمت أراك تنتصرين لأعدائي وتجعلين من خصرك وكرا للتآمر علي. ولكني ولكن ماذا؟ إن لسانك الذي اعتاد الصدق يأبى أن يطيعك، وتأنف شفتاك أن تلفظ كذبا. كان بيقدم الكلاسيكيات بطريق جورج أبيض، بطريقة معروف، ده المدرسة السائدة في المسرح أياميها، وهو ما تخلصش منها إلا في الآخر خالص، يعني في الفترة الأخيرة. ولما يكون في بلد مثلا، لما رحنا تونس تعزمنا في السفارة طبعا الفرنسية وقتها، او بيسموه المير، العمدة الفرنسي اللي مقيم كان وقتها لسه البلاد دي ما استقلتش. كان اياميها في الباي كان هو ملك البلاد او سلطان البلاد او باي البلاد التونسي، والجزائر كانت لسه تحت الاستعمار الفرنسي. كان في برضو المير، ما اعرفش مسيو ايه ده بتاع حاجات كده. فكانوا يعزموا يوسف بيه وهبي باعتبار يعني الراجل يعني صاحب فرقة وجاي من مصر وضيف على هنا. وكان ياخدني انا، وكان ياخد أمينة رزق وفاخر وحسين رياض وأمينة رزق وعلوية جميل وفردوس حسن وإحسان شريف وأنا وكمال حسين. ولما يقدم الكبار دول في الآخر بقى يقول له أنا بقدم لكم دلوقتي 2 من أكبر العائلات، خريج المعاهد وخريج مش عارف إيه، ويقعد يتكلم علينا حاجات كتير بالفرنساوي طبعا نفهم منها إنه بيمدح فينا ويقدمنا، يعمل لنا شخصية في وسط الناس دي. إيه الراجل المير ينحني إلينا ويمد إيده يسلم سلام جميل كده. فآخر يقول له يوسف بيه اللي بتعمل، يقول لي لا، انتوا لازم الناس تحترمكم وتشرفوهم من دلوقتي، هم يشرفوا انهم يقابلوكم، ده انتوا الجيل اللي هيبقى، وانتوا الجيل. ويفضل يقول كتير قوي. ذكاء يوسف وهبي خلاه انه يستغل العيوب اللي كانوا يقولوا عليه فيها بالنسبه لادائه التراجيدي، يستغلها في ادائه الكوميدي عشان تبقى لافتة. تضخيم صوته، حركاته اللي كان يستغلها بإطار كوميدي وكانت فعلا تفعل مفعولها. كان شخصية آسرة، كان بيملك صوت جهوري قوي، كان بيملك نظرات نفاذة، وكان عنده ما يسمى بهذه القوة المغناطيسية على المسرح اللي يتمتع بها ممثلين قليلين جدا في مسرحنا العربي أو حتى في المسرح الأوروبي. إنه يوسف وهبي، الفنان
صاحب الطلعة البهية، له حضور طاغٍ، جبهة عريضة ورقبة عريضة، له جسد طويل وضخم وعملاق بسبب حمله للأثقال واحترافه للمصارعة. رغم أن يوسف وهبي باشا ابن باشا، فهو ابن عبد الله باشا وهبي كبير مهندسي الري في وزارة الأشغال، إلا أن حياته كانت عصامية بعد أن خرج على تقاليد العائلة ليلقي المونولوجات ويمثل، فاضطر أن يبني حياته حجرا فوق حجر. اموت يا هو زي التلج على قلبك. هات يا اخويا طفي الحريقه وحياة امك. كان يجبر المتفرج على أن يبص له وكأنه منوم بكل حركاته، حتى لما كان يقف مع شوامخ الممثلين والممثلات، وكان لشدة ثقته بنفسه. ودي حاجة غريبة جدا تختلف عن ما يجري بأيامنا دي. يختار دايما ممثلين كبار يوقفوا جنبه، لأن كانوا كلمة يقولها إن الممثل الكبير إذا حط قدامه ممثل صغير بيصغره، لكن لما بيحط قدامه ممثل كبير بيرفعه. خليك هنا. انت مجنون. اسمعني، قسما بشرف إذا خرجت من هنا أضطر أنزل وأطردهم من البيت طرد. انت ده حق. حق الزوج. إذا كنت فيما مضى ما عرفتيش تحافظي على شرفك، فأنت دلوقتي في ذمة رجل. رجل؟ أيوة رجل، يهمه إن مراته ما تختلطش مع شبان مخنثين مستهترين في غيبة زوجها. زوجها؟ أيوة زوجها قدام الناس، زوجها اللي هيجبرها إنها تحافظ على كرامتها، وإلا إيه؟ وإلا يعاملها معاملة المرأة اللي ما تقدرش العواقب. دي نغمة جديدة ما كنتش منتظرها منك. إذا أنا أتحداك. احترسي. منك؟ وأنت مين؟ أنا الرجل اللي انتشلك منه، اللي اشتريناه. كامل. معاك حق. فيما مضى طردت من بيتي رجل عرض علي إني أزيف نخود، لكن فيما بعد رضيت إني أكون زوج مزيف، ستار تخبي وراه عارك. هذه فلوس أبوك اللي لطختني، إذا كنت قبلتها في الماضي فده علشان ما فيش داعي إنك تعرفي السبب، ده أسمى من إنك تفهميه. احنا في سنة من السنين عزمناه على مسرح الطليعة، كان مدير المسرح في ذلك الوقت الأستاذ سمير عصفوري، وكان في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. احتفلنا بهذا الفنان، فنان الشعب يوسف وهبي، وكانت محاضرة جميلة. اعتقد ان هذه المحاضرة متسجلة او متصورة بكاميرا واحدة بالنسبة للمسرح الطليعة. كانت محاضرة في المسرح وتعاليم المسرح وقدسية المسرح وعلاقاته بزملائه في الفترة اللي هو مثل فيها، اللي هم الأساتذة الكبار السيدة أمينة رزق وغيرها، وعلاقته بالمسرح في فترة ما كنا موجودين. أعتقد دي كانت في حوالي يعني في أواخر السبعينات أو في أوائل الثمانينات. ومرت بقى الأيام وأنا سبت الفرقة وهو ساب الفرقة والتلفزيون اتفتح والدنيا اتغيرت أحوال، وبعدت شوية، لكن بين آونة وأخرى كنت أروح له. وبعدين لما جيت مسافر بقى كنت رايح مع فرقة الريحاني، قعدت أشتغل مع فرقة الريحاني 3 مواسم. رحنا بيروت، ومن هناك رحت الكويت، دعيت لزيارة الكويت، وبعدين حصلت النكسة بتاعت يونيو 5 يونيو. فكان عندي عقد بقى كنت ارتبطت بيه مع شباب المسرح الشعبي في بنغازي في ليبيا. كانوا عاملوا سنة 65 وما كنتش فاضي اروح وحاجات دي. فلما لقيت المسائل كده قلت لا انا رايح لكم بقى يا اولاد. كلمتهم قلت لهم انا جاي، استقبلوني واحتفلوا بيا واخدوني بالاحضان وكل حاجه. قبل ما اسافر بقى اتصلت بيوسف بيه وقلت له يعني انا هروح كذا، واتصلت بزكي طليمات في الكويت قبل ما اسافر واداني تعليمات اعمل ايه
وامشي على النهج بتاعنا قال لي طبعا انت تلميذي وانت عارف كل المسائل، لكن انا هديك المذكرات بتاعتي والكتب بتاعتي والحاجات تاخدها معاك اللي ينفعوك هناك وانت بتبدا تفتح صفحه جديده في مسرح الليبي. كان مؤمن بالروحانيات جدا، وكان يؤمن بان في قوى روحيه بتحركه، علشان كده يمكن كانت هذه القوه النابعه من داخله اللي بتخليه يؤمن ان هو الوحيد الفريد اللي قامته لا تطاولها قامه اخرى. مش غرور، لا، الحقيقه ما اقدرش اقول انه غرور. في ناس كتيرين كانوا يقولوا ان يوسف وهبي مغرور شويه، خصوصا في فتره ايام رمسيس، انه ما كانش يسمع نصح، ما كانش يقبل نقد ابدا. مش غرور ولا اعتداد بالنفس، وانما ثقه بالنفس، ثقه عاليه جدا جدا بنفسه، لانه هو خلق نفسه من العدم، تحدى مجتمعه، تحدى كل الاطر الاجتماعيه اللي كانت موجوده في زمنه، خلق مسرح له تقاليده، خلق مسرح له ريبرتواره، خلق مجموعه من النجوم، خلق مدرسه. وبعد كده لما قال كفايه عليا في المسرح، وقفت فرقه رمسيس واتجه الى السينما، فعمل بالسينما حاجات غيره ما قدرش يعملها. احمد، خير يا ابني؟ باذن الله كل خير يا باشا. يلزمك توصيه ولا خدمه؟ متشكر جدا يا فندم. هو الله، ايه الحكايه يا منى؟ اصل احمد يا بابا كان جاي عاوز يقابل سيادتك عشان ايوه يا فندم. انا كنت جاي اطلب اللي انت عاوزه يا احمد. عاوز بعثه تانية ما عنديش مانع، انت نبغى وانا فخور بيك. تحب تروح لندن، باريس؟ الف شكر يا فندم. انا خلاص ابتديت حياتي العمليه، ونجح جدا يا بابا، وكل المجلات والجرائد كتبت عنه. وده يا فندم اللي شجعني ان اتقدم لسعادتك واطلب ايد منى. ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ اطلب من سعادتك ايد منى. انت جرى عقلك حاجه؟ ليه يا فندم؟ علشان عطفت عليك ورعيتك وعلمتك، افتكرت نفسك خلاص في مستوى العيله. وانت يا منى اذا كان مفيش مانع عند سعادتك. مانع؟ بتقولي مانع؟ وانت جرى عليك ايه انك تفكر في هذا النسب؟ عاوز اني اصبح اضحوكه في افواه الناس تضحك عليا، انا اللي كنت بعرض في زواج حصان غير اصيل بمهر اصيله، اقبلك انت؟ يوسف وهبي يساوي الالتزام، تعلمنا منه الكثير وما زلنا حتى الآن نسير على ضربه بالنسبة لحبنا للمسرح وتفانينا في المسرح. اهم حاجة سابها لنا من وجهة نظري انه قلب نظرة المجتمع للفنان. بعد ما كانوا بيتعاملوا مع الفنان بشكل وحش جدا، هو لانه كان بيه وابوه باشا وحاجات كده، هو اللي خلى فيه نظرة احترام للفنان، ودي اهم ما قدمه يوسف وهبي للفنان. علم عزيز عيد بموت والد يوسف وهبي، فسافر الى ايطاليا ليقنع تلميذه بالعودة الى مصر وانشاء فرقة مسرحية. وبالفعل عاد يوسف وهبي بعد شهرين وكون فرقة رمسيس، وكان احدى جراشات دور السينما في شارع عماد الدين الذي تحول فيما بعد الى مسرح نجيب الرحالي. كان يوسف وهبي قد تزوج من امريكية تعمل مغنية اوبرا في ايطاليا، وقد افتتح فرقته المسرحية بمسرحية المجنون في 10 من مارس عام 1923، وبعدها بدأت انطلاقته إلى عالم السينما والمسرح. يوسف وهبي خلق أسرته بنفسه، عمل نفسه، ترك بصمة كبيرة جدا، وتحول زي ما قلت في بداية حديثي شيئا فشيئا إلى أيقونة مسرحية، إلى أسطورة مسرحية، إلى درس مسرحي كبير. يا ريت شبابنا المسرحي يستوعبوا، لأن لو استوعبوا هيستفاد قوي قوي.
فترة الخطوبة من أهم وأجمل الفترات بين الزوجين قبل الزواج، وأيضا هي من أخطر الفترات لأن كل منهم بيختار الآخر. فإحنا بنتمنى أن تكون فترة الخطوبة دي فترة قوية وفعالة علشان خاطر يتم الحب بينهم بالرباط المقدس الزواج. أعزائي المشاهدين، كونوا معانا وهذه الحلقة من سهارة.